التجربة الآتية عبارة عن قانون لينز. قانون لينز هنا بالنسبة لكتاب الفيزياء الصف السادس العلمي، بالنسبة لي يوضح لنا هنا حركة المجال المغناطيسي، وعندنا بالحلقة الموصلة طبعا نشرح للطلاب عليه. هنا الحلقة عبارة عن قطعة من الألمنيوم. احنا نعرف الألمنيوم هنا ضعيف المغناطيسية أو ما يتجاذب هنا، بالنسبة له ما يتأثر بالمجال المغناطيسي. عاد ما راح نشكل هنا الملف اللي هو عبارة عن محولة. الملف الثانوي له محولة، مجرد بس نفسخ المحولة راح ناخذ من أجل الملف الثانوي ونربطه هنا ونخلي هنا قضيب معدني داخله هنا الحلقة اللي هي من الألمنيوم، نحاول نصنعها أو أي سلك مثلا بالنسبة لنا نقدر نصنعها. قد ما راح نربط هنا بالتيار الكهربائي راح نلاحظ طبعا التيار يجب ان يكون تيار متناوب، يجب ان يكون مو تيار مستمر، لان التيار المستمر ما راح يشتغل هنا. بالتيار المتناوب قد ما راح نربط بالكهرباء هنا راح نلاحظ ارتفاع الحلقة بالنسبة لها الى هذا الاتجاه تقريبا. بالنسبة هنا التجربة بسيطة جدا، يعني من ضمن تجارب فيزيائية عراقية. ثانوي الدعم الخزائي المختلطة محاولة وسط، الأستاذ نجاح موجود.